طبعا الاجواء دلوقتي بقت اهدى شويه بعد ما الماتشات خفت وخلاص، بقى اتعرف مين اللي مكمل واللي خلصت مهمته في كاس العالم خلاص روح. وبقت اللحظه بقى الحاسمه اللي احنا نفكر فيها ايه اللي احنا استفدناه، وايه اللي احنا ممكن نطلع منه من التجربه دي علشان تفيدنا في المستقبل. حاجات كتيره كده ظهرت قدامي اليومين الاخرانيين دول، ولكن خلينا نخش في الموضوع على طول. فلو كنت لسه معكش السبسكرايب فضلا وليس امرا ما تنساش تعمل سبسكرايب، ويلا بينا نبدا الحلقه. ازيكم جميعا وعاملين ايه؟ في اخر الحلقه اللي فاتت اتكلمت على ان الخبر الحلو هو تجديد الثقه في الكابتن حسام حسن، والكلام ده اللي احنا كنا قلناه من قبل حتى بطوله كاس العالم ما تبدا، من بعد نهايه بطوله كاس الافريقيه، ان لازم يكون موضوع له خطط طويله الامد شويه. وضربنا مثال في الكلام ده على منتخبات كتيره قوي، وكان على راسهم طبعا منتخب فرنسا، اللي اتكلمنا ان المدرب بتاعه دلوقتي داخل على 15 سنة وهو بيدرب المنتخب الفرنسي، وهو الايام بتيجي وتثبت ان الكلام ده كان مفيد ليهم، وفرنسا هي في المربع الذهبي لحد دلوقتي. ولكن صدفتني كمية اشاعات كده على الفيسبوك بعد ما قلت الكلمتين دول، وكأنهم يعني بيرد على الكلام اللي انا بقوله. فكنت داخل الحلقة المفروض اتكلم يعني على ان منتخبات زي الراس الاخضر والسنغال والكونغو تحديدا، التلاتة اقالوا المدربين بتوعهم، رغم ان هم عملوا نفس الانجاز اللي احنا عملناه، اللي هم وصلوا لدور ال 32. فطبعا انا كنت داخل اتكلم على ان ده غلط، وان احنا جربنا موضوع الاقالات مع كل نتيجة وحشة او حتى مع مستوى سيء زي ما حصل مثلا مع كابتن حسام البدري. ولكن اللي خلاني ان انا اراجع نفسي كده واتابع الموضوع بمهنية وادور على صحة الاخبار دي، فاتفاجئت ان الاخبار دي كلها غلط. لا تمت اقالة مدرب الراس الاخضر ولا السنغال ولا الكونغو. يعني الناس دي كمان بتفكر في المستقبل، مش فكرة عمل ايه في البطولة دي، طالما ان هو عمل اللي يقدر عليه. كل واحد عارف امكانياته وعارف ان مهما كان اللي وصل له فده اقصى حاجة كان ممكن يتخيلها. احنا ما كناش داخلين كاس العالم دي بنطمع في اكتر من كده. صحيح ان السيناريو اللي احنا خرجنا بيه كان سيناريو شوية فيه دراما كتير، لان كان الطبيعي والمنطقي والمتوقع انك تنزل قدام فريق ايا كان الفريق ده، والفريق ده هو اللي يتفوق عليك ويتقدم عليك بالنتيجة، وبعدين انت تخسر وتقول خلاص كده انا عملت اللي عليا، او حتى تلوم على نفسك ان ده مستواك ان انت ما قدرتش تجاري المنتخب القوي ده. لكن كون ان السيناريو بقى اللي كان مكتوب لنا ان احنا اللي نتقدم في المباراة اللي احنا نخرج منها، ده كان سيناريو صعب شوية. فعلشان كده خلى معانا شوية كده تفاصيل مش قادرين نتخطاها من ساعة المباراة دي. وان كانت الحاجة الكويسة الايجابية في الموضوع ان احنا شفنا وتأكدنا من نفسنا ان احنا نقدر نوصل، وان احنا نقدر نبعد في النتائج بكتير قوي عن كده، وان كان قدامنا فرص كويسة قوي ان احنا نحقق حاجات اكتر من كده. ولكن احنا برضو كذلك كنا بنتكلم ان المنتخب فيه بعض الاخطاء، ولكن الاخطاء دي عادية خالص، وزي ما قلنا ان دي طبيعة البشر. المهم ان انت تعرف تستفيد وازاي تتخطى الحاجات دي وتطورها علشان توصل لمستوى احسن من اللي انت وصلت له بالفعل. واسوأ حاجة انا شايفها حصلت هي الانتقاد المبكر قوي للكابتن حسام حسن بعد الخروج من كاس العالم، وكأن اللي بينتقدوا دول كانوا متوقعين ان منتخب مصر مثلا يفوز بكاس العالم ولا حاجة. موضوع الإقالة بالذات من أسوأ الحاجات اللي ممكن يمر بيها أي منتخب. خلينا أضرب لكم مثال كده، أنا مكنتش عايز أجيب المثال ده في الحلقات اللي فاتت علشان كان منتخب المغرب لسه مستمر في البطولة، ولكن أعتقد إن جاء وقت الكلام ده. زي ما انتقدنا منتخب مصر وقلنا مثلا إن في بعض السلبيات، كانت السلبية الكبيرة واللي كانت علامة استفهام بالنسبة لي هو موضوع إقالة الكابتن وليد الركراكي من تدريب منتخب المغرب قبل بطولة كأس العالم. وده كان على خلفية النتائج اللي حققوها في بطولة الأفريقية، وإن هما تحديدا معرفوش يفوزوا بالكاس. وده بالنسبة لي كان غلط كبير جدا، لأن برضو زي ما كابتن وليد الركراكي قدر يوصل للنهائي، هو برضو اللي قدر يحقق المركز الرابع في كأس العالم السابقة. ازاي تهد مخطط عملته على مدار 4 سنين علشان نتيجة ماتش واحد بس، وان كان الماتش ده النهائي؟ عادي جدا ان ده يحصل. فاحنا كذلك دلوقتي النهاردة بنتكلم على المخطط بتاع الكابتن حسام حسن، وان هو يبتدي يحدد ملامح المنتخب هتبقى عاملة ازاي، وايه اللي وصلنا للنتيجة دي. لان في حاجات كتيرة المفروض ان احنا واخدينها على سجيتها كده، ان كرة القدم لعب كورة وخلاص، ومفيش مواكبة كده للحاجات التانية اللي موجودة على مستوى العالم. انا عارف ان كل واحد ليه فكره، ولكن المميز في الكابتن حسام حسن ان هو بمنطق الهداف بيحب ان هو يجيب جوان اكتر يتفوق. وده اللي شفناه في اللعيبه، ان اللعيبه فعلا كانت من انصاف الفرص او ربع فرصه كانت بتجيب جوان، والكلام ده كويس قوي وايجابي جدا.
ولكن الكلام ده برضو محتاج شوية تطوير كده، علشان زي ما انت بتعرف تهدف وتستغل الفرص، والكلام ده كنا مفتقدينه في اجيال كتيرة قبل كده. كانت بتجينا فرص اسهل من دي كتير، ولكن كانت بتضيع، وبناء عليها كانت بتخرجنا من البطولات او بتضيع علينا حاجات كتيرة. النهاردة احنا بقى عندنا فكرة الاهداف اللي بيجيبها كل اللعيبة، فدي كلها نقط ايجابية كتيرة جدا لازم ان هي تستغل وتستثمر للمستقبل. حاجات كتير انا كنت متوقعها مثلا من صدامات لما كابتن حسام حسن تولى تدريب المنتخب، ولكن الكلام ده ما حصلش. والحمد لله دلوقتي بقى فيه حجة ان هو يقدر يتكلم في حاجات كتيرة مش من نوع الصدمات ولكن من نوع التنظيم. المنتخبات والأندية وكل حاجة ليها علاقة بكرة القدم جوه مصر هي في الآخر بتخدم على المنتخب، لأن زي ما الأندية ليها الحق إن هي ترفع اسم مصر على البطولات المحلية والبطولات العالمية، المنتخب كذلك ليه الحق إن هو يستفيد من الأندية دي علشان تربيله أقوى الكفاءات اللي هو يقدر يستفيد منها من المنتخب. لان كويس قوي ان انت تعمل لعيب يتبصله نظره ايجابيه بحيث ان هو يروح يحترف بره ويتعلم اساسيات كره القدم، وخصوصا لو كان في سن مبكره. ولكن الخطأ الكبير قوي اللي خايف ان منتخب مصر يقع فيه هو انه يقع في فخ الحلم بتجنيس لاعبين كتير قوي امثال هيثم حسن. منتخب مصر ما ينفعش فيه عملية التجنيس دي اللي موجودة في منتخبات تانية، لان مثلا لو ضربنا مثال في منتخبات اللي هي بتتكلم اللغة الفرنسية في افريقيا، المنتخبات دي سهل جدا ان هم لو بيلعبوا في فرنسا او اتولدوا في فرنسا وبيتكلموا برضه فرنسيه، لما يرجعوا منتخبهم يعرفوا يتكلموا فرنسي اللي هو لغه البلد الاصليه. انما احنا ما عندناش الكلام ده. اللعيب اللي بيجي بيتكلم لغه غير العربيه بيبقى شويه مش مضمون اندماجه في وسط لعيبه بتتكلم اللغه العربيه، وخصوصا ان احنا عارفين مستوى التعليم في اللاعبين يعني ما هواش احسن حاجه. صحيح الموضوع دلوقتي اتطور كتير قوي، ولكن ما زال برضه في مشاكل وفي فجوات للعيبه اللي هي الاصليين اللي هم بيجوا من قرى ومحافظات في مصر عامه. ولذلك مش عايزين نقع في فخ ان احنا هنجيب لعيبه جاهزه بقى من بره، لان في لعيبه ممكن ما تقبلش، في لعيبه ممكن ما تتاقلمش معاك، في حاجات كتير قوي. وكذلك ان اللعيبه المحليين ما اثروش في اي حاجه، ولكن ينقصهم بعض التطوير اللي هو بيجي بالاحتكاك بمنتخبات قوية ومدارس مختلفة في كرة القدم. ولكن انا كنت حابب اتكلم في النقطة دي تحديدا على ان فرصة الكابتن حسام حسن المفروض تبقى اكبر، هو اللي يعيد ترتيب الاوراق ونشوف الدنيا هتبقى ماشية ازاي. واملنا فيه كبير قوي زاد، وخصوصا بعد بطولة الامم الافريقية واللي اداه في كاس العالم والاداء المشرف اللي احنا كلنا بنفتخر بيه لحد دلوقتي ومحدش يقدر ينكره. لو الحلقة عجبتك تنساش تعمل شير عشان الناس كلها تستفيد من المعلومات دي، وفي نفس الوقت تعمل لنا سبسكرايب، تابعنا على الفيسبوك والتيك توك والانستجرام عشان تبقى اول واحد يتابع الحلقات الجاية. شكرا.